المشكلة دلوقتي، مشكلتنا النهاردة مش مع دي، رغم ان دي لو مقطوعة، لو اتقطعت حتى لو حتة صغيرة كده، لو اتقطع منها اي حاجة، يعني دي ما تصرفش، محدش بياخدها، دي ما تصرفش ولا بتتغير. هذه العملة لا تصرف ولا بتتغير ولا حد معترف بيها ولا حد بياخدها. لو اتقطعت خلاص تترمي، زي ممكن تتباع بالكيلو كبلاستيك، ممكن تتباع بالكيلو تقريبا الواحدة بجنيه. هذه العملة لا تصرف عندما تقطع، ما ينفعش تتلزق ولا الكلام ده كله، دي ما فيش فيها مشكلة. لكن اللي انتشر في الفترة الأخيرة دي، شايفينها كويس؟ دي انتشرت في الفترة الأخيرة كمية كبيرة جدا، غرقت مصر كلها. بصوا كده، 5 جنيه المغسولة، 5 جنيه المغسولة منتشرة في جميع أرجاء مصر. وقعت معايا من بقالي شهر، متهيألي كل حد يديني فلوس هي ال5 جنيه دي، 5 جنيه المغسولة. ما تعرفش بقى هي معمول عليها عمل مثلا، محطوط عليها مية وسحرية، ولا ده كان غسيل أموال، ولا واحد كان حاطط في جيبه 2 مليون جنيه والبنطلون اتكسل في الغسالة وطلع الفلوس بقت عاملة كده. 5 جنيه المغسولة أكيد عدت علينا كلنا. بصوا، اللي يعرف هي سببها ايه ومنتشرة ليه كده في مصر يقول. أنا بقول اتعمل عليها سحر مبلول، أو إنها كانت من ضمن 2 مليون جنيه في جيب واحد بنطلون حد ودخل في الغسالة، لأن كمية كبيرة جدا الموجودة. 5 جنيه المغسولة، وانا عارف ان كلنا عدت علينا ال5 جنيه دي. يا ريت اللي قابل ال5 جنيه دي في اي مكان يكتب بلده في التعليق، ويكتب هو هي جات له او لا، وقعت في ايده ال5 جنيه دي ولا لا، ويكتب اسم المحافظه بتاعته او المدينه بتاعته عشان نعرف هي منتشره ازاي، ولو يعرف السبب يقول.